الراعي الرسمي جنب اي اكله. تعالوا نعمل رز بالطماطم والخضار، سهل وبسيط وهيمشي معاكي جنب اي اكله، يعني فراخ مشويه، بانيه، سمك، وطبعا هينفع لوحده مش هيقول لا خالص. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف وصفه. في حله هنضيف فيها ماده دهنيه ونقطع بصلايه مكعبات صغيره وننزل بالبصلايه. اول بقى ما البصل يغير لونه هننزل بفلفل الوان وفلفل كمان رومي وفلفل حامي، واي فلفل متوفر عندك عادي هيمشي. هنضيف بقى عليهم معلقتين كبار من الصلصه المعلبه، ودي صلصه عندي في الفريزر قطعت منها قطعه كده وحطيتها. هنضيف عليهم حوالي 3 حبايات من الطماطم متقطعه مكعبات صغيره، وضفت عليهم ربع كوبايه ميه، وسبت بقى الطماطم بتاعتي تستوي تماما او تتسبك. هنضيف عليهم الرز، وحطينا ملح وفلفل اسود، وكمان دي خضره عندي دايما موجوده عندي في التلاجة، خضره مشكله كده بحطها في علبه لاي استخدام عندي، فخدت منها كمان معلقه. وبعد كده هشوح بقى الرز لحد ما يشرب من الصلصه. هضيف مكعب مرق وهننزل بميه مغليه على طول على الرز. بس قبل ما اضيف الميه بحب اشوح كده الرز لحد ما يشرب خالص الصلصه اللي احنا عملناها. بعد كده بقى بنعمله معامله الرز العادي جدا، هنسقيه الميه وبعد كده هنهدي عليه النار. اول ما يتشرب هنهدي عليه النار وهنغطيه ونسيبه بقى يستوي، وهتاكلي احلى رز سهل وبسيط، وهينفع معاكي جنب فراخ مشويه، جنب كفته، جنب سمك، اي حاجه هيمشي معاها، وينفع كمان لوحده جنب شويه سلطه. جربوه هيعجبكم والف هنا. ويسعدني بقى اعرف بتتابعوني من انهي بلد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وكمان المتابعه. اخر الشهر وعايزه غدا بدون لحمه ولا فراخ، يبقى على طول الاكله دي. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليها افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نشوف وصفتنا. في صينيه هنقطع بصلايه مكعبات، وكمان معانا بطاطس متقطعه مكعبات، بس المكعبات تكون كبيره شويه عشان ما تتهرسش معانا في الاكله. هنضيف كده معلقه ملح، وكمان بقى عايزين بهارات تكون قويه كده وطعمها حلو، فمعانا بهارات برافا. هنضيف معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومش هكتر لان ما شاء الله البهارات ريحتها قويه جدا. معانا كمان ربع معلقه من البابريكا، والبابريكا دي بابريكا مدخنه، بابريكا اسباني مدخنه، فهتدي للاكله بتاعتنا طعم حلو جدا. كمان معانا سنه كزبره صغنونه خالص كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان معانا مكعب مرق. وخلاص كده هنكتفي بس بالفلفل الاسود والملح وكمان البابريكا، مش هضيف اي بهارات تاني الاكله بتاعتنا. الاكله بتاعتنا بقى من الزمان الجميل ومش عايزين نغير طعمها، وبصراحه بهارات برافا ريحتها قويه جدا، فكفايه قوي ان احنا نضيف بس ملح وبابريكا وكزبره وكمان فلفل اسود، وخلاص كده هيخلوا لنا الاكله طعمها حلو جدا. هنقلب بقى البطاطس والبصل كويس جدا بالبهارات، وبعد كده هننزل عليهم بنص كيلو رز، حوالي 3 كوبايات من الرز مغسول ومتصفي. وبعد كده هنضيف عليهم حوالي 5 معالق او 6 معالق من الزيت، وهنقلبهم كويس جدا. وهننزل عليهم بربع كيلو طماطم، حوالي 4 حبايات من الطماطم، هنضربهم في الخلاط بنص كوبايه ميه. وبعد كده هننزل بالطماطم على الرز، 4 معالق زيت فوق الوش، وهندخلها الفرن على درجه حراره متوسطه في الرف المتوسط. هتاخد نص ساعه هتطلع معانا بالجمال. خلاص كده الاكله بتاعتنا او الغدا بتاعنا خلص معانا، كله اتعمل في صينيه واحده اقتصادي وبدون لحمه ولا فراخ، يعني اخر الشهر ومحتاجه كده اكله سريعه وسهله وبسيطه واقتصاديه كمان. يبقى قدامك الاكله دي حلوه جدا وبجد طعمها خطير، وكل اللي هيجربها انا متاكده انها تعجبه جدا. جربوها هتعجبكم. صحتين والف هنا. ما تنسوش اللايك والمتابعه لو عجبكم الفيديو.